خلي بالك من قلبك وما تهملش فيه، ما تعلقهوش بحد غير ربنا. الذنوب والابتعاد عن ربنا بتخلي القلب يصدي وما بيخشعش لله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، يعني القلوب بتصدي زي الحديد ما بيصدي. قيل وما جلاؤها يا رسول الله؟ قال قراءة القرآن وذكر الموت. ويقصد هنا بذكر الموت هو انك ما تكسلش عن التوبة ولا العبادة، لانك عارف انك في اي وقت من الاوقات ممكن تموت في لحظة. من الاخر اعمل لآخرتك وكأنك تموت غدا. وما تكسلش عن قراية القرآن، لأن القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وبيكون سبب في دخولهم الجنة. وعايزك تغمض عينيك كده وتتخيل شكل قلبك وهو عليه صدى بسبب الذنوب وبسبب بعدك عن ذكر الله، وفي نفس الوقت تخيل قلبك وهو منور بسبب ذكرك لله. أكيد حاسس بالفرق. فالله عز وجل يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وادعي دايما في صلاتك وقول اللهم اجعل في قلبي نورا بذكرك. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير للفيديو، لان الدال على خير كفاعله والدين